ينفذ الكهنة النسبة العظمى من شؤونهم الإدارية عبر تأمين شرعيتها، وتكمن أفتك فنونهم هنا في التحدث باسم الرب وفي احتكار العلم. فتمثيل الرب والاكتشافات العلمية تمنحهم قدرة إدارية عظمى. لا ننسى أن العلم قوة في الرأسمالية، ولنذكر أيضا أن لبنات هذا العلم قد وضعت في المجتمع النيوليتي، وبالأخص في عهد الحلف عوام 6000 قبل الميلاد و4000 قبل الميلاد. ومساهمات الإلهة الأم مصيرية في هذه الحقبة، إذ يجب استيعاب دور المرأة الأم بأفضل صورة من حيث كونها بمثابة أول معلم في كافة المواضيع المتعلقة باكتشاف النباتات، تدشين الحيوانات، صنع الجرار الفخارية، آلات النسيج، الطاحونة، بناء المنزل وبيوت القداسة. لقد أصرت الإلهة الأم إنانا بعناد في معمعان نزاعها مع أنكي على أنها هي صاحبة الاكتشافات العظمى المئات 104، وأنه سرقها منها. كلام إنانا هذا يشير بكل وضوح إلى حقيقة أن المرأة هي القوة المبدعة الأولى في العديد من المجالات، أي أن أغلب الاكتشافات حصلت على يد المرأة الأم، وأن الرجال الإداريين سرقوها منها. سنرى لاحقا كيف جرى تشييد صرح المدنية على هذا الأساس إلى حد ما. لا يمكن استصغار مساهمات الكهنة في الاكتشافات، فدور اختراعهم الكتابة وعلم الفلك والرياضيات والطب واللاهوت أمر أكيد في ترسيخ الأسس العلمية للحضارة. وسيكون من الصائب القول أنه للكهنة السومريين مكانة الصدارة في مرحلة البدء بالعلم. وكما هو معلوم فقد سمي ملوك سومر الأوائل بالكهنة الملوك، حقيقتهم واضحة في هذه التسمية، فالكهنة الملوك هم أوائل ملوك مجتمع المدينة، فلكل مدينة في البداية كاهن ملك، والشرعية المتحققة عبر العلم واللاهوت هي الدافع الأولي وراء إدارتهم الملكية. لكن هذا الأمر يمثل جانبهم الضعيف في الوقت عينه، فبعد مرحلة معينة يتم الانتقال إلى مرحلة الأسر الحاكمة، يعود الدور الأكبر في ذلك إلى الحاشية العسكرية الملتفة حول الرجل القوي الذي تحالف زعيم السلالة معه. هكذا فسيتغلب العنف على لعبة الكاهن ويفشلها. سنتناول هذا الموضوع فيما بعد. يتواجد طابق العاملين في الأسفل. علينا بالاستيعاب الحسن لهؤلاء العاملين في الطابق الأول، لأنهم ربما أول من رصف أرضية الاستعباد والقنانة والتمايز الطبقي والتحول العمالي. من أين وكيف تم تأمينهم؟ ما دور الإرغام والإقناع في ذلك؟ من أي مجموعات أتوا؟ ومقابل ماذا؟ هل ثمة نساء بينهم؟ وما دور النساء والعائلة بينهم؟ إن الرد على هذه الأسئلة سيحقق استنارة مهمة لدينا. قد تحتل قوة الإقناع لدى الكاهن مرتبة الصدارة في تشكيل أولى مجموعات العمل، ومن الممكن التخمين بأن ازدياد الغلال مع بدء الري في مستهل ترتيب وتنظيم شؤون الإنتاج قد أفضى إلى تغذية العاملين بنسبة أفضل مقارنة بالمكان الذي أتوا منه. فالذين لم يتفاهموا مع قبائلهم بل تنافروا معها حصيلة الاشتباكات القبائلية الناشبة مع زيادة تعداد السكان والهجرات ربما رأوا المعبد ملاذا لهم. المؤثر الآخر الذي ربما لعب دورا أهم بكثير هو قدسية العمل في تشييد المعبد والمشاركة في إنتاجياته. فطالما نصادف في الشرق الأوسط تقليد قيام كل عائلة وعشيرة بوهب أولادها لخدمة المعبد ضمن حدود معينة، فالعمل الطوعي في المعبد واقع عام، بل ويخص بمكانة تبعث على الكرامة والفخر. والعاملون في المعبد يستقبلهم المجتمع بالتكريم والاعتزاز. إنه شبيه بالدير المسيحي، كما له جوانب مشابهة للطرائقية أيضا. فالعمل في خدمة الشيخ أمر مشرف بل وثواب. تلفت الزقورات الأنظار من حيث كونها أول نموذج شفاف للعمل الجماعي. فعلى سبيل المثال ثمة بعض علماء الاجتماع ماكس فيبر يقيمونها كالاشتراكية الفرعونية. من الواضح جليا أنها أول نموذج للتطبيق الشيوعي، وتجمعات الحرفيين الأحرار أيضا تندرج في مجموعة العمل هذه. إنها تشبه إنتاج المعمل الجمعي، أما الفائض من الإنتاج فيجري تخزينه. جلي تماما أنه نظام فاضل لمواجهة القحط والفقر، فهذا النمط من الإجراءات يضاعف من قوة الرهبان بشكل خارق تعجز عن الوصول إليه أي عائلة أو عشيرة. إنه تجمع وقوة تتفوق على كافة العوائل والعشائر،
ولا يمكننا العثور على أي نموذج أفضل من الزقورات من جهة كونها تشكل رشيم وجنين المجتمع والدولة الجديدين. من المهم التساؤل ما الذي حل بأوضاع المرأة والعائلة في نظام الزقورات. كثيرا ما نتعقب في المؤلفات السومرية آثار مناهضة دين الإلهة الأم لدين كاهن الزقورات. تتبدى هذه المعارضة بأشكال مختلفة، فالكاهنات يشيدن المعابد بثقل نفوذهن، بحيث يكاد يكون لكل مدينة إلهتها الأنثى التي تصونها وتحميها، وخير مثال على ذلك هو إنانا إلهة أوروك. فمدينة أوروك ربما يأتي اسم العراق الحالي من لفظ أوروك، التي تعتبر أول دولة مدينة سومرية في التاريخ. هي مثال يستحق البحث في هذا المضمار، كما أنها مشهورة بكونها مدينة أول ملك ذكر ألا وهو جلجامش. من المحتمل أن تكون أوروك مثالا لأول مدينة دولة. ويذكر التاريخ أن سنوات ما بين 3800 قبل الميلاد إلى 3000 قبل الميلاد تعتبر عهد أوروك، وكون الإله إنانا مؤسسة أوروك فإن هذا يعكس مدى قدمها ومدى دور المرأة الأم الرئيسي فيها. ونزاع أوروك تجاه أريدو مدينة الإله أنكي وربما تكون دولة الكهنة الأولى نزاع ملحمي يبرز فيه المثال الملموس بقوة لصراع المرأة تجاه الرجل، متجسدا في شخصيتي إنانا وأنكي. لكن رسوم ورموز الإلهة الأنثى تتضاءل مع الزمن، وكأنها تتعرض لهزيمة نكراء في العهد البابلي، حيث تغدو المرأة أمة بقدر ما تصبح رسميا عاهرا على الصعيدين العام والخاص.